السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله يا رب تكونون بألف خير. بهذا الفيديو راح اشوفكم روتين بسيط للعناية بالبشرة، وصدقوني راح هواي يفيدكم. طبعا خلينا نتفق انه مبدئيا البشرة لازم يراد لها عناية يومية وبأشياء بسيطة، مو ضروري انه نكثر الاشياء واحنا ما نعتني يومية. الموضوع كل ما بيه استمرارية. فأول شغلة بالعناية بالبشرة هي الغسول. طبعا أنا بالشتاء عن الصيف يختلف الغسول مالتي أبدله، يعني لأن نعرف بالشتاء تصير البشرة جافة، وبالصيف العكس تصير. فأنا جبت هذا الغسول. طبعا هذا الغسول يناسب البشرة المختلطة والحساسة. طبعا مو ضروري انه تلتزمون بشي معين، يعني مثلا قلت لكم هذا غسول انه لازم تروحون تجيبون نفسيته، لا، عادي تناسبش صابونه ممكن تستعمليها، يناسبك غسول ممكن تستعملي اي شيء انت يناسبك، بس المهم تستمرين عليه حتى تشوفين النتيجه. انا بالنسبه لي اياه استعمل هذا الغسول، صار فتره هاي بدايه الشتاء لحد الان كلش حلو وما يجفف هواي البشره، وهيك الشكل مالته مثل الرغوه. بس بالشتا شوية الصابونة شوية تنشف البشرة، فانتو شنو يناسبكم استعملوه. فهاي بالنسبة للغسول. وطبعا هم اكو فوريو، اكو فرشة مال وجه، انتو هم تقدرون تستعملوها، بس انا اشوفها تطلع حبوب يعني. بس هاي اللي استعملتها ومرات اعقمها بكحول لا زينة. الشغلة الثانية هي المرطب. طبعا المرطب بالشتا كلش ضروري، لازم ترطبون وجهكم يعني على الاقل 3-4 مرات باليوم. افضل مرطب انا استعملت لحد الان بيبانثين هاي العصاره، دا يعني يصعد سعرها ما اعرف ليش الصراحه، بس حلوه كلش وتناسب تقريبا لبشرتين يعني، جافه مختلطه حساسه دهنيه، تناسبها هاي العصاره. طبعا والحلو بهاي العصاره انه تعالج الحبوب، يعني شفت انه من استعملتها بدت عندي الحبوب تقل هوايه بصراحه كلش زينه، والمجربينها اكيد يعرفون هي شقد زينه. وطبعا لا تستغنون عن المرطب ايا كانت نوعيته، اي شي تستعملونه عادي. بس ابتعدوا عن الخلطات رجاء. الخلطة مجرد هي شي مؤقت، يعني شي تبيض الوجه مؤقت، تسوي الوجه حلو مؤقت، بعدها راح احتمال تطلع لكم حبوب تحت الجلد، يصير عندكم كلف، يصير عندكم نمش، تخرب وجوهكم، يعني ما يصير تستعملون خلطة ابد. فهذا البيبانثين شي طبي وموثوق انه هو شي زين. هسه نجي على هاي العصارة. هاي العصارة طبعا أكريتين يمكن كلكم تعرفونها. هاي الأكريتين طبعا هي لحب الشباب، بس المو حلو بيها شوية تجفف البشرة، بس هاي العصارة كلش زينة. اللي عنده حب شباب لازم هسه يروح يشتريها، لأنه بصراحة تنقذ الموقف. بس المو حلو بيها قلت لكم شوية تجفف البشرة، يحتاج لها ترطيب وراها هواية. راح أسوي لكم فيديو عليها وتجربتي وياها وشلون استفادت من عندها. ترطيب هواية وتستخدم بالأسبوع مرة واحدة، بس ما تتعرض لا شمس ولا الحرارة ولا لغيرها، وراح أحكي لكم عنها بفيديو. هسه راح نبدي بخطوات إضافية. طبعا السيرام والهاي تحت العين كريمات هذا أشياء مو ضرورية، مو أشياء أساسية، بس الغسول والمرطب شي كلش ضروري لازم، يعني حتى تحسون بشرتكم تحسنت وتلاحظون فرق بيها. هذا السيروم هايلورونيك أسيد وفيتامين سي، يمكن اشتريته ب18,000 واستعملته بصراحة ما حسيت فرق ذاك الواو عليه، بس استفادت من عنده بجلسات الدرمابن، وراح هم أنا أسوي فيديو عن الدرمابن. طبعا هاي الفرشة مال وجه يعني تنظيف بشرة، بس لا تستعملونها بشكل يومي، لأن هي عبالك تشيل طبقة من الجلد، فإذا يومية راح بشرتكم تبدي تتحسس، يعني من تحسون بشرتكم شوية تحتاج تقشير ممكن بالغسول شوية وتغسلون بيها راح تشيلكم طبقة الفوق. هذا الخطوة من اختيارية مرطب تحت العين. هذا هم أنا صار لي فترة طويلة اشتريته، بس بصراحة يفيد، حتى حسيت إنه يقلل الهالات، وبصراحة سعره ما أتذكره بيش اشتريته. وهنا هذا مرطب مال الشفة. طبعا الشفة لازم ترطبونها، لأنه الشفة تسمر إذا ما ترطبت واعتنيتوا بها. واخر شي بالعناية بالبشرة هو الواقي الشمس. طبعا واقي الشمس استعملوا اي نوعية انتو حابينها، انا استعمل هاي لانه اني لا عندي دوام حاليا وقاعدة بالبيت، فما استعملها بصورة يومية، بس الاشخاص اللي يستعملونها بصورة يومية لازم يجيبون واقي شمس نوعيته زينة. طبعا بنات قبل ما أختم الفيديو حبيت أنبه على شغلة كلش مهمة. لما تستعملوا منتج على وجهكم لا تكثرون من عنده، يعني لا تحطون طبقة مرطب كلش هواية على أساس إنه راح تفيدون بشرتكم، بالعكس راح ينسد المسام وراح تطلع لكم حبوب، وبدل ما تنفعون بشرتكم راح تضروها. فحطوا طبقة كلش خفيفة حتى تمتصها بشرتكم، وهم تحافظون على المنتج. وآخر شغلة لازم هواي تشربون ماي حتى بشرتكم تتحسن.